فيلا هناك؟ اي فيلا؟ فيلا القتيل. وش دراك انها هي؟ لأن المفتاح طاح مني في الحلم وعرفت شكله، وهالمرة أنا متأكد إنه هو، وأعرف مكان الفيلا بعد. وليه ما قلت لي المرة اللي فاتت؟ خفت يا دكتور، خفت. أنا بنجن. أنا بس أبغى أجرب مفتاح الفيلا يفتح ولا لا، بس خايف. إياك تسويها. لو فتحت الفيلا ممكن أعصابك ما تتحمل، ممكن يصير لك انهيار عصبي، ممكن يتوقف قلبك. فين المفتاح؟ فين؟ في البيت. ليش؟ المفتاح يكون عندي الليلة، فاهم؟ أنا ما أبغاك تتهور وتضيع نفسك. طيب ريحني يا دكتور وخلنا نبلغ الشرطة. ثاني مرة شرطة؟ ترى والله يقصوك وما حد راح يصدق اللي تقوله. بس انت قلت يا دكتور ان عندي ظاهرة خارقة للطبيعة، ممكن تقنعهم بكلامك هذا وراح يتفهموا عليك. ايوه قلت، لكنه يظل مجرد احتمال مو مؤكد. ممكن يعرضوك على طبيب نفسي وما يأكد النظرية، لأنه كل العلماء إلى الآن ما اتفقوا على تأكيد هذه النظرية وصحتها. أقول لك أنت متهور وممكن تسوي أي شيء. الليلة تجيب لي المفتاح، فاهم؟ أنا ماني مطمن عليك. طيب يا دكتور، لو أنت فعلا خايف علي ارسل أي أحد يفتح الباب. أبغى أتأكد إن المفتاح يفتح ولا لا، الباب الخارجي بس. أبغى أعرف أنا اللي أقتل ولا لا. طيب يا دكتور، أنا وعدك بكرة الصباح بنفسي أروح أفتح الفيلا وأطمنك وأبشر، بس أنت لا، لأنه لو طلع المفتاح حق الفيلا أنا ما أضمن مقدار الصدمة اللي حتصير لك. أنا منتظرك في العيادة الليلة، معلش. معك المفتاح؟ طيب دكتور، أبشر. يا اخي انتم حاطين مبيد للبشر مو للحشرات. حمض الهيدروليك ما يحطونه مع حمض البوتاسيوم، كذا عمليه خطا. ولا لازم ندربكم، لازم نعلمكم. والله انا غلطان، انا بدق على مدير البلديه. والله احس اني بديت ادوخ. وش ذا اللي حاطينه؟ افا وطاح الجوال، حتى الجوال ما يبيني. الله يعين. الو هلا، دقيقة ابن حلال بدق على مدير البلدية. وين رايح انت بعد الثاني؟ اصبر بدق عليك بعد شوي، ادق عليك بعد شوي. مع السلامة.